انتبه، يوم عرفة ليس يوم لتنظيف البيوت، ولا يوم للتسوق، ولا يوم للنوم، ولا يوم للراحة. إنه يوم شرفه الله، يوم عظمه الله، إنه يوم يباهي الله بأهل عرفة أهل السماء. إنه يوم العتق من النيران، يوم الطاعة والاجتهاد في العبادة، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. اجتهد ألا يخلو نفس من أنفاسك إلا في عمل طاعة أو قربة تتقرب بها، فإنها لو كانت معك جوهرة من جواهر الدنيا لساءك ذهابها، فكيف تضيع أفضل أيام الدنيا؟ إذا كانت ليلة القدر مجهولة فإن يوم عرفة معلوم، وإذا كانت ليلة القدر تتنزل فيها الملائكة فإن الله ينزل يوم عرفة. فاغتنموا الفرصة واجتهدوا ما استطعتم. جدول رائع ليوم عرفة ارسلوه لمحبيكم، وهو يوم واحد في السنة. نم ليلة عرفة مبكرا لتتقوى لطاعة الله. قم قبل الفجر لتتسحر بنية صوم هذا اليوم، ثم صل ركعتين أو 4 على الأقل، وادعو ربك وأنت ساجد بخير الدنيا والآخرة. قبل الفجر اقضي وقتا في الاستغفار حتى تكتب عند الله من المستغفرين في الأسحار. استعد لصلاة الفجر قبل الآذان ب5 دقائق، واستشعر أن ذنوبك تخرج مع آخر قطرة أثناء الوضوء. ثم قل دعاء ما بعد الوضوء. ابدأ التكبير بعد السلام مباشرة. أنت الآن في مصلاك حتى الشروق، تقرأ القرآن وتسبح وتهلل وتحمد الله، ولا تنسى أذكار الصباح. صل ركعتي الشروق لتكتب لك أجر حجة وعمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت الآن مخير، إن استطعت ألا تنام اليوم كاملا فلا تضيع ثانية واحدة إلا وأنت في ذكر ودعاء، أو تنام ساعة تنوي بها أن تتقوى على طاعة الله. صل الظهر وكبر وسبح واقرأ شيئا من القرآن. اسمع خطبة عرفة بكل جوارحك، ولتكن هذا العام أفضل من كل عام في التطبيق إن شاء الله. صل العصر وكبر وقل أذكار المساء، واقرأ كتاب الأدعية من الكتاب والسنة. اقرأ القرآن إلى قبل المغرب بساعة تقريبا. ابدأ الدعاء بخشوع واذكر وقوفك أمام الله. ادعو الله ألا تغرب شمس عرفة إلا وأنت من عتقائه. الله يوفقنا جميعا لصالح الأعمال، ونسأل الله لنا ولك القبول. جعلني الله وإياكم من عتقائه من النار، وجعلنا من المقبولين إن شاء الله.